مصرع مراهق في حادث انهيار بينما كان يساعد والده على هدم جدار غرفة بدوار صفيحي في سيدي بنور. إليكم التفاصيل. أعلنت السلطات المحلية بإقليم سيدي بنور مصرع شخص يبلغ من العمر حوالي 17 سنة متأثرا بإصابته في انهيار جدار غرفة مسكن متواجد بالدوار الصفيحي القرية الكائن بمدينة سيدي بنور. وحسب المعطيات الأولية فإن المعني بالأمر كان يساعد أباها حين مساهمتهما بصورة تطوعية في عملية هدم مسكنهما الذي كان ضمن تعداد الدور الصفيحي المستفيد من مشروع فتح سيدي بنور من أجل إعادة إيواء قاطن الدوار المذكور والمدرج في إطار البرنامج الوطني المندمج مدن بدون صفيح، قبل أن يتعرض لحادث انحراطي إثر انهيار جدار غرفة مما أدى إلى إصابته بردود وجروح بليغة. وقد تدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية لاتخاذ التدابير اللازمة وإسعاف المعني بالأمر الذي تم نقله إلى المستشفى الإقليمي بسيدي بنور للخضوع للفحوصات والعلاجات الضرورية، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة لدى وصوله للمؤسسة الاستشفائية المذكورة. وأوضح المصدر نفسه أنه قد تم فتح بحث من قبل المصالح المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث.